السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، مع حضراتكم محمد الديري. إن شاء الله النهاردة هنكمل سلسلة شرح الدول البحثية. ومعانا في الفيديو ده دالة تشوز. دالة تشوز يعني إيه؟ دالة مهمة جدا في الدول البحثية. تعالوا كده نشوفها. نبدأ بمثال بسيط كده وبعد كده نتدرج في الأفكار علشان نعرف مدى أهمية الدالة والفرق بينها وما بين فيلوك أب، والفرق ما بينها وما بين الأداة الجميلة جدا بتاعة الفوركاست اللي هي الجول سيك. فيلا بينا كده نبدأ بأول مثال بسيط كده ونعرف يعني إيه دالة تشوز. أنا لو عندي مثلا كده في مطعم رقم الوجبة واسم الوجبة كده هنا، وانا محتاج ان انا بمجرد ما اكتب مثلا رقم واحد يطلع لي اسم الوجبة اللي هو بيتزا وليكن. تمام. فدي نعملها ازاي بدالة تشوز؟ يلا بينا نوضحها كده. تمام. دالة تشوز بتتكون من حاجتين. اول حاجة الاندكس نمبر والفاليوز. فيلا بينا كده نشوف ايه الكلام ده. بيقول لي الاندكس نمبر بتاعك ايه وايه الفاليوز بتاعتك. تمام. انا عايز لما اختار او لما اكتب في رقم الوجبة هنا في الخلية دي رقم واحد يطلع لي بيتزا، رقم خمسة يطلع لي كفتة، وهكذا. تمام. طيب. طيب الاندكس نمبر ده اللي هو عبارة عن ايه؟ والفاليوز اللي هي عبارة عن ايه؟ الاندكس نمبر ده اللي هو بالنسبة للدالة هو فهرس. فهرس بيتكون من أرقام واحد اتنين تلاتة، سيكونس كده، تسلسل لحد ما لا نهاية من الأرقام. تمام. والفاليوز دي بقى دي هي القيم اللي هي بتترجع لي في المعادلة، أو اللي هي دي النتيجة اللي هتيجي لما أنا أختار حاجة من الفهرس. فلو أنا عندي فهرس مكون من رقم واحد مثلا لرقم خمسة وليكن عندنا في المثال ده، وأنا اخترت من الفهرس ده رقم تلاتة، فهيطلع لي القيمة اللي قصاده اللي هي اسم الوجبة. تمام. طيب فانا هنا كاتب كده بالبلدي علشان يعني زي ما بنقول كده علشان نفهم يعني ايه التكوين او الكومبوننتس بتاع الدالة. الاندكس نمبر ده اللي هو الرقم المرجعي، اكنه تسلسل كده الدالة بتفهمه، او فهرس الدالة بتقراه للقيم اللي انا محتاج اجيب القيمة بتاعتها. فوليكن مثلا يلا بينا نطبقها بقى كده على المثال البسيط ده. بيقول لي ايه الاندكس نمبر بتاعك؟ الاندكس نمبر بتاعي هو هيبقى موجود وليكن في الخلية دي اللي هي رقم الوجبة. تمام. طيب. طب ايه الفاليوز بتاعتك؟ انا خلاص حطيت الفهرس بتاعي في الخلية دي. ايه الفاليوز بتاعتك؟ الفاليوز بتاعتي انا عايز اللي هو الوجبة دي. طب ايه الفاليو رقم اتنين؟ الوجبة دي. ايه الفاليو رقم تلاتة؟ الوجبة دي. الفاليو اربعة وهكذا لحد الفاليو خمسة. تمام. طيب هنا هيطلع لي في الناتج ايرور ليه بقى؟ علشان الاندكس نمبر هنا مش موجود، اللي هو انا اللي هو الفهرس اللي انا قلت ان انا حاطه في الخلية دي. فبمجرد ما انا اكتب في الخلية دي اللي هي فيها الاندكس بقى اللي هو الفهرس بقى. تمام. لو كتبت فيها رقم واحد هيطلع لي الاسم بتاع الوجبة، لو كتبت خمسة هيطلع لي اسم الوجبة. تمام. طيب طب ما احنا ممكن نعمل برضو يعني نعمل كومبير ما بين تشوز وما بين دالة فيلوك اب. ما فيلوك اب ممكن برضو تطلع لي النتيجة دي بكل سهولة برضو. تمام. وهنعرف ايه الفرق وامتى نستخدم فيلوك اب وامتى نستخدم تشوز. فيلوك اب مثلا لو انا قلت لها اللوك اب اري بتاعي اللي هو هيبقى موجود في الخلية دي. تمام. انت هتدور لي يا باشا على الرقم ده فين؟ هتدور لي عليه في التيبل اري دي. طب ايه الكولوم اندكس نمبر بتاعك؟ لما انت تلاقي الرقم اللي موجود هنا هتطلعه لي، او عايز النتيجة بتاعتك من العمود رقم كام؟ من العمود رقم اتنين. تمام. طيب واقول له النتيجة مثلا exact match، واقول له انتر. تمام. فخلاص انا هنا طالما هنا لقى رقم الوجبة خمسة، تمام، فطلع لي كفتة. طب لو انا مثلا خليتها رقم اربعة هيطلع لي فراخ. طب لو خليتها رقم تلاتة يبقى انا الرقم اللي انا بكتبه هنا شغال بيطلع لي نتيجة بدالة تشوز، وهي هي نفس النتيجة اللي بتطلعها لي في لوك اب. تمام. ممكن برضو هنا كده نعمل داتا فاليديشن. ممكن نعمل داتا فاليديشن هنا كده ليست كده، ونقول له السورس بتاعنا اللي هو الليستة دي. تمام. بقى عندي لستة بقى اختار منها. لو دوست رقم واحد هيطلع لي ايه؟ يبقى هنا كده شغالة تشوز بتطلع لي نفس النتيجة، وفي لوك اب برضه طلعت لي نفس النتيجة. طب ايه الفرق طيب؟ وامتى استخدم تشوز وامتى استخدم في لوك اب؟ تشوز لو انا عندي مثلا بيانات صغيرة او انا مش عندي جدول اصلا
قائم اقدر اشتغل عليه، فبختار دالة تشوز علشان انا اللي بدخل لدالة تشوز البيانات بتاعتها. لكن في لوك اب لو انا عندي بقى جدول كبير وداتا كبيره، فدالة تشوز مش هتعرف تتعامل مع الجدول الكبير ده. ففي لوك اب لو انا عندي بيانات كبيره وجدول كبير، فانا استخدم في لوك اب افضل. تمام كده. طيب تعالوا بقى ناخد المثال اللي هو يبين أهمية تشوز فعلا بقى. تمام، دالة تشوز مش بس ان هي ممكن تطلع لي قيمة واحدة قصاد الفهرس او قصاد الرقم اللي هو موجود في الاندكس يعني. لا، ده ممكن تطلع لي عمود بالكامل بناء على الفهرس برضو. تمام. طيب فلو انا مثلا هنا في المثال ده كده، انا مثلا في المطعم وعندي اليوم الاول ده انا بطلع الوجبات دي، واليوم التاني بطلع الوجبات دي، واليوم التالت بطلع الوجبات دي، وليكن ده يعني مثال افتراضي كده علشان نفهم بس ايه الكلام بيقول ايه. طيب بيقول لي الاندكس نمبر بتاعك ايه. خلاص بقى احنا فهمنا ان الاندكس نمبر ده هو فهرس الدالة، هي بتفهمه تلقائيا. هو بيبقى مكون من واحد اتنين تلاتة اربعة. تمام. طيب فالاندكس نمبر بتاعي هو اللي موجود في الخلية دي. طيب ايه الفاليو بقى بتاعتك؟ الفاليو بتاعتك بقى انا ممكن اختار عمود بالكامل عادي خالص. تمام. طيب ولكن هنوضح حاجة بس يعني بعد لحظات. تمام. انا ممكن استخدم عمود بالكامل وادوس الت اف 4 كده علشان سوري، ادوس قصدي سوري اف ان اف 4. تمام. علشان اثبت الكلام ده. هنعرف ليه احنا بنثبت، يعني هو مش شرط ان انا اثبت الكولمز، ولكن هنعرف ليه فايدة ان انا بثبت الكولمز دلوقتي. تمام. طيب الفاليو رقم اتنين بتاعي بالنسبة لي اللي هو العمود ده، شفتوا انا بيسمح لي ان انا اختار عمود بالكامل. تمام. الفاليو رقم تلاتة بالنسبة لك اللي هو العمود رقم تلاتة. خلاص، انا بقى اللي هيبقى موجود في الاندكس ده سواء رقم واحد اتنين تلاتة، تلقائيا اول ما اختار رقم واحد هو هيجيب لي الفاليو اللي موجودة في اللي هي في الفاليو رقم واحد. طب لو اخترت رقم اتنين في الاندكس هيجيب لي الفاليو رقم اتنين اللي انا محددها هنا. طب لو اخترت في الاندكس نمبر رقم تلاتة اللي هو يعتبر في الفهرس ترتيبه رقم تلاتة، فهيجيب لي الفاليو اللي هي التالتة اللي انا محددها، اللي هو العمود التالت يعني. فلو انا دوست انتر هنا كده، تمام. تمام خلاص، انا لو كتبت هنا رقم اتنين جاب لي الوجبات اللي هي في اليوم التاني. ليه؟ علشان ارى الفاليو رقم اتنين من الفهرس. طب لو دوست رقم تلاتة جاب لي الوجبات اللي هي او العمود بالكامل بقى ده. لكن دالة في لوك اب ما ينفعش ترجع لي عمود بالكامل. تمام. طيب فده الأهمية بتاعت دالة تشوز. تمام. طب لو انا برضو بقى سحبت المعادلة دي كده، تمام، هيجيب لي طبعا فاليو. طب لو انا كتبت هنا رقم اتنين، فانا كده محتاج ان انا اشوف الوجبات اللي هي بتتعرض في اليوم التاني اللي هو برجر وكريب وبيتزا، وقدرت ان انا اشوف الوجبات اللي بتتعرض في اليوم التالت. يبقى انا كده دالة تشوز خلتني اقدر اشوف اعمدة بالكامل. طب لو دوست هنا رقم واحد هيجيب لي الوجبات اللي هي في اليوم الاول. طيب ملحوظة كده برضو ان في اوفيس 2016 او اقدم من 2016 لو انا كتبت الفاليوز بتاعتي هي هترجع لي اول قيمة في المعادلة، يعني مش هتجيب لي العمود بالكامل هنا كده زي ما احنا شفنا. هتجيب لي بيتزا بس، هتجيب لي اول قيمة في العمود اللي هو بناء على الفهرس اللي موجود هنا، الفهرس رقم 3، فجاب لي ايه الفاليو رقم 3 اللي انا كنت مدخلها في المعادلة اللي هي دي بالظبط كده، اللي هي دي اللي هي بالاخضر دي. تمام. طيب لكن لو في اوفيس اقدم من 2016 فهيجيب لي اول قيمة بس في العمود. ليه بقى؟ علشان الاوفيس اللي اقدم من 2016 مش بيدعم خاصية الدايناميك اريز، تمام، اللي هي المصفوفات الديناميكية. لكن اوفيس 2021 و365 هترجع القيمة بالكامل او العمود بالكامل زي ما حضراتكم شايفين كده في المثال ده. طيب تعالوا ناخد مثال تالت برضو كده يوضح يعني ازاي بقى نعمل سيناريوهات بدالة تشوز، وايه الفرق ما بينها وعلاقتها ما بين جول سيك اللي هي الادوات بتاعة الفوركاست. تمام. طيب انا لو عندي هنا مثلا عدد وحدات وسعر بيع الوحدة وعايز الايرادات بتاعتي، فالايرادات طبعا بتساوي او بتيكوال عدد الوحدات في سعر بيع الوحدة يطلع لي اجمالي الايرادات. تمام. طيب
فلو انا مثلا عندي هنا عدد الوحدات، انا محتاج ان انا عندي سيناريو كذا عدد وحدات انا اقدر ان انا ابيعه. فلو انا مثلا هتنبأ ان انا هبيع 100 وحدة او 200 وحدة او 300 وحدة، وعايز اعرف لما هبيع 100 وحدة بس الايرادات بتاعتي هتبقى كام، ولو عايز ابيع 200 وحدة الايرادات بتاعتي هتبقى كام، ولو عايز ابيع 300 وحدة الايرادات بتاعتي هتبقى كام، وهكذا. فممكن نعمل سيناريو بدالة تشوز ازاي. هنقول ايكوال كده تشوز هنا، ايكوال تشوز. تمام. الاندكس نمبر بقى خلاص احنا فهمنا الاندكس نمبر ده هو فهرس الدالة بتفهمه، بترجع لي بناء عليه القيمة اللي قصاده. تمام. طيب فده الاندكس نمبر بقى بتاعي خلاص، اللي هو موجود في الخلية جي 18، جي ده 18. تمام. طيب ده الاندكس نمبر بتاعي. طيب الفاليوز بقى بتاعتي. طيب الاندكس نمبر ده انا ممكن يكون رقم واحد، ممكن يكون رقم اتنين. طب لو هو رقم واحد انا عايز عدد وحدات 100. طب لو هو الفهرس ده رقم اتنين او ترتيبه رقم اتنين في الفهرس، انا عايز عدد وحدات 200. طب لو ترتيب الفهرس رقم تلاتة، انا عايز عدد وحدات 300 وحدة. وهكذا بقى لو ترتيبه أربعة أنا عايز عدد وحدات 400 وحدة. وأدوس انتر. بمجرد ما دوست انتر، هو هنا في الفهرس أو في الخلية اللي هي بتريفر للاندكس نمبر، اللي هو التكوين اللي داخل المعادلة، مكتوب فيها أربعة. فمعنى إن هو مكتوب فيها أربعة فجاب لي الفاليو رقم أربعة اللي هي هنا دي، اللي هي الفاليو رقم أربعة. جاب لي الفاليو رقم أربعة اللي هي 400 وحدة، وراح بقى ايه ضرب ال 400 وحدة دول في ال 50 اللي هو سعر بيع الوحدة، طلع لي الإيرادات. تمام. طيب لو أنا بقى غيرت هنا في الفهرس كتبت رقم واحد مثلا، جاب لي جاب لي عدد وحدات 100. طيب ما أنا ممكن مثلا يعني يبقى ده طريقة كويسة في إن أنا أعمل سيناريو إزاي. أنا لو عملت داتا فاليديشن ليست هنا برضو كده، تمام، ليست، والسورس بتاعي يعتبر اللي هو مثلا انا محتاج ان وليكن مثلا في ال الخلايا دي كده مثلا، ده السورس بتاعي. تمام. اللي هو السورس بتاعي ده هيبقى مكتوب فيه ايه؟ معلش يعني انا ما جهزتهوش. هيبقى مكتوب فيه مثلا وليكن واحد اتنين تلاتة اربعة وليكن. تمام. طيب فهنا مثلا ده طبعا يعني الخلايا دي او الليستة دي كده المفروض بتبقى موجودة في مكان كده ايه، بعيد عن الشو بتاع الشيت، يعني لو انا بعمل سيناريو لحد يعني. تمام. طيب فلو انا مثلا اخترت رقم اتنين، فده السيناريو بتاع ان عدد الوحدات بتاعي 200 وحدة، فالايرادات بتاعتي بناء على السيناريو ده بقت 10,000. طيب اختار برضو هكذا. لو تلاتة هيجيب لي 300 وحدة وضربهم لي في الخمسين. طيب لو انا بقى برضو ممكن اوصل انا لل15,000 دي بالخاصية الجميلة جدا بتاعة الفوركاست اللي هي وات اف اناليسيز. وات اف اناليسيز اللي هي في الفوركاست في قائمة داتا، احنا كنا شرحناها برضو بالتفصيل، وكنا شرحنا برضو دالة فيلوك اب بالتفصيل، يعني لو ترجعوا لها على القناة. طيب دالة الخاصية بتاع الجول سيك دي بتقول لي ايه؟ بتقول لي السيت سيل بتاعك ايه. انا لو عايز اوصل لل15,000 دي اوصل لها ازاي؟ يعني انا لو انا متارجت ان انا عايز اوصل ل15,000 مبيعات او 15,000 ايرادات، انا متارجت خلاص ان انا عايز اوصل ل15,000 ايرادات، اوصل لها ازاي؟ او اوصل لها بان انا اقدر ابيع عدد وحدات قد ايه؟ فلو انا مثلا السيت سيل بتاعي اللي هي الخلية اللي هي فيها المعادلة، اللي هي فيها المعادلة اللي هي ايكوال عدد الوحدات في السعر بيع الوحدة، لازم الخلية اللي هي تكون في السيت سيل في خاصية الجول سيك يكون فيها هي المعادلة، عشان المعادلة دي هتتغير بناء على شوية تغيرات انا هقولهم دلوقتي حالا. فهنا السيت سيل بتاعي انا عايز اوصل للايرادات دي، عايز اوصل للايرادات اللي هي في المعادلة دي بقى، اللي هي في المعادلة بتاعت الست سيل دي. عايز اوصل لايرادات كام؟ عايز اوصل لتو فاليو 15,000 ايرادات. تمام. طيب انت عشان توصل ل 15,000 ايرادات دول باي تشينجينج سيل، يعني انت عشان توصل ل 15,000 ايرادات دول هتغير لي في انهي خلية؟ انا عايز اغير في الخلية دي. العب انت في الخلية دي
اللي هي الخلية E17، العب فيها براحتك، زود ارقام نقص ارقام لحد ما توصل لي في النهاية ان انا عايز اوصل ل15,000 ايرادات. تمام. طيب ادوس انتر كده، هو هيفضل بقى يحسب كده ويعمل كالكوليت لحد ما وصل لي ل15,000 اللي هي ايرادات. فراح هو فهم ان انا عشان اوصل ل15,000 ايرادات لازم احقق بيع كعدد وحدات 300. فطلع لي ال 300 اللي انا كنت مختارهم في دالة تشوز، يعني طلعت لي نفس الريزلت اللي هي طلعتها لي دالة تشوز. فدي يعني كانت دالة تشوز والاختلافات كده، وحبيت ان انا اوضح الاختلافات ما بينها وما بين فيلوك اب، والاختلافات ما بينها وما بين الجول سيك. وطبعا لو اقدم من 2016 مش بيدعم الدايناميك اري. لازم يكون حضرتك شغال على الاوفيس 2021 لو هتستخدم دالة تشوز في ان هي ترجع لك اعمدة بالكامل. ده كانت دالة تشوز، اتمنى ان هو يكون عجبكم، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.